يلعبها حلوه للقادم عبد الفتاح درجبه، يلعبها لسه فيها خطوره ويلعبها، لكن هوبا والهدف الاول لفريق منتخب السويس. هشوطها فيها ايه، لكن لعبها داخل منطقه جزاء حلوه قوي عند عبد الرازق لسه صور الكره فيها خطوره. عبد الرازق لعبها عرضيه بدماغه، هدف التعادل لفريق المريخ. هشام عبد الحميد وكره ويصدها كرم حسن، برافو كرم حسن في الكره فاتي يصد الكره. والمواجهه المباشره هشام عبد الرؤوف وهشام ويصدها المره الثانيه، كرم حسن يصد الكوره، يتألق كرم حسن للمره الثانيه ويصد الكوره على التسديد. اللاعب عبد الواحد عبد العزيز لاعب فريق منتخب السويس، مواجهه كرم حسن وعبد الواحد يحطها ويصد كرم، برافو كرم بيصد كرم، وحسن توقع جيد جدا من كرم حسن داخل محمد، وحطها حلوه قوي ويفوز نادي المريخ بالمباراه ويصعد الى الدور الثاني بتألق الحارس كرم حسن في ركلات الترجيح بمجموع 3 أهداف مقابل هدف واحد. طبعا النهارده زي ما انت شفت مباراه، يمكن الشوط الاولاني نكسب 3-4 وكنا مميزين جدا واحسن الشوط الاولاني، ضيعنا جميع الفرص ضيعناها سهله جدا جدا جدا. على الاقل تقدير الشوط الاولاني يطلع 2-3 على الاقل. فهو المباراه اللي فاتت هي اللي مأثره على الاداء ومأثره، اللعيبه كانت مشدوده، واحنا كجهاز كانت المباراه اللي بتاعت الشرقيه ديت صدمه لينا بالنسبه لنا. كنا كسبانين 2-0 ونتهزم في اخر ربع ساعه. فعلا هو فوز معنوي ايمن اكتر منه ان هو مواصله في كاس مصر. كنا محتاجينه جدا، حتى باين على اللعيبه وباين علينا ان احنا كنا محتاجين الفوز دوت. هو توفيق من عند ربنا اولا واخيرا واجتهاد، وتبقى خبرات برضه من التمرين وبتجتهد ربنا بيديك. بتقرا مواقف اللاعب اللي داخل عليك نص ملعب او مساك بتقراها، وطبعا البدايه اهم حاجه في ضربات الجزاء الاولانيه، ما ربنا يوفقك فيها بتيجي الثانيه الثالثه ربنا